فيلم المشروع اكس واحد من اعبط الافلام اللي اتعملت من النوع ده، ومع ذلك الفيلم جايب ايرادات عاليه جدا، بس ده بسبب اسم كريم عبد العزيز نجم الشباك الاول في السينما المصريه. فمن غير كلام كتير تعالى نحلل الفيلم ونعرف هو ليه فرصه مهدره. في البدايه كده البطل بيبقى نازل من العربيه وداخل لمكان معين، لكن العربيه بيكون مكتوب عليها 3 كلمات: فيدي فيني فيتش جيت رايت انتصار. ودي جمل منسوبه ليوليوس قيصر واللي بتدل على الهيمنه والسيطره. ومن البدايه كده المخرج بيعمل لك اختلاف لوني عشان يعرفك ان البطل هيروح من مكان لمكان تاني او من عالم لعالم تاني، والفاصل ما بين العالمين دول بيكون الباب. وبنلاحظ ان العربيه بيكون خارج منها ضوء ضبابي، وده بيكون رمزيه على وجود خطر معين او سر مجهول. المهم بيدخل لواحد من اللي لهم سيطره عليه، بيقولوا ان النسر العيان ده هو اللي هيكمل ومش هيموت. الكلام ده واضح انه بيقولوا له هو. بعدها المشهد بيتحول على يوسف وهو في قطر، وبيطلع عليه 3 عايزين ياخدوا الصندوق اللي في ايده، لكن يوسف بيعرف يقومهم وبيخلع بالصندوق وبيروح يدفنه في الرمل. بس الراجل ده بيقول له يكلم مراته، ولما بيحاول يتصل بيها ما بتسمعش التليفون. فلما بيوصل لمكانها المكان بيتفجر، وبيدخل مستشفى علشان يتهم في قتلها، وبالتبعيه بنته بتكرهه. وكمان لما بيحاول يضرب خالها عشان طرده، البنت بتشوفه وبتترسخ عندها فكره ان ابوها شخص مش كويس. لكن يوسف لما اتسال عن مراته ماتت ازاي قال لهم لعنه الفراعنه. وفي نفس الوقت الكهرباء بتقطع في المستشفى والمرضى بيهربوا كلهم. لكن الحته دي مش منطقيه، ازاي كل دول يهربوا اول ما النور يقطع؟ مفيش فرد امن معدي؟ طيب المهم بنعرف ان اللي هربه ده شخص اسمه اسر، وبنعرف انه مدي المان وعايز يوسف في شغل. واسم اسر دي غالبا رمزيه من اشياء احد اخوه سيدنا يوسف واللي شارك في التامر عليه. ولما بيسالوا عن راس نفرتيتي بيقولوا ان في زيها في برلين محطوطه في ازاز متلمع والناس بتنبهر بيها عادي، وده اسقاط على انهم بقى بيزيفوا التاريخ والحضاره عين عينك كده. وفي تفسيره لاحظتها ان يوسف بيتضايق لما حد يولع قدامه سيجاره مثلا، لان النار دي بتفكره بمراته اللي ماتت محروقه. المهم اسر بيعرض عليه انه يكمل في المشروع بتاعه اللي كان اترفض زمان، وهو انه يوصل للغرفه السريه في الهرم الكبير. وهنا عايز اقف عند الكادر ده لانه بيعبر عن كل اللي اتقال من قبل حتى ما يتكلموا. من اول التكوين السيمتري، التمثال اللي في النص وده بيدل على التفاوض. كمان بنلاقي اللون الازرق مسيطر على الجنب اللي قاعد فيه اسر عشان يقول لك انه الطرف الاهدى واللي عنده ثقه اكبر، على عكس يوسف اللي بيكون مسيطر عليه اللون الاحمر، ودي رمزيه على الحذر او الغموض. وبنعرف سببه لما يوسف بيحاول يرفض فاسر بيهدده ببنته. كمان بيكون معاه الفيديو اللي بيثبت براءته من قتل مراته. فقدام ده يوسف بيرضخ للامر الواقع وبيقبل يشتغل معاه. فبيروح يجيب ورق المشروع من الجامعه، وسبحان الله بيخش الجامعه بكل سهوله، ولا حد قال له انت رايح فين. حتى ده هربان من مستشفى المجانين حضرتك. لكن اللي بيكون مجنني هو رئيس القسم بيعمل ايه هنا لوحده. المهم بياخد الورق وبيبدا يجمع في التيم اللي هيشتغل معاه. اول واحده بتكون ماري واللي باين عليها كده غطاسه باين. المهم يوسف بيبدا يقول لهم ان خوفو كان طالب اقفال سريه للهرم، وان نصل الاقفال دي موجوده على حجر اتنقل من مركب لغواصه روسي، ومكان الغواصه دي هيكون في الارشيف السري للفاتيكان. بالمناسبه بيتر ميمي بيعشق نوعين من الافلام، سواء افلام الواقع الافتراضي او الافلام الترحاليه زي فيلمنا النهارده. المهم بيوصلوا روما، وهناك بيقابلوا مورخ وماريا واللي المفروض يساعدهم يدخلوا ارشيف الفاتيكان. المهم بيقول له جمله ما فهمتهاش: انا هخليك بابا الفاتيكان اسهل من ان ادخلك الارشيف. وبغض النظر عن غرابه الجمله فدي بتقول ان دخول الارشيف السري حاجه مستحيل، لكن بنعرف بعدها انه كان بيماطل بس عشان يرفع الفلوس. صراحه عايز ادي كريدت لاحمد غزي لانه اتقن الدور بشكل جامد قوي، كمان مع اللهجه الطلياني والشكل خلوه واحد من اهم عوامل المسلسل. المهم مورو بيعرفهم على موظفين الفاتيكان، وبيكون بينهم واحد امارتي ومديون، فبيروح له يخسره ويساوموه على كده، ومع شويه ضرب بيقبل يدخله. فبيروحوا لعاطف عشان يديهم الاوتو بي وبيعرضوا عليه 100,000 يورو. وبعدها اسر بيروح البنك يجيب فلوس وسلاحه، لكن بيكون فيها هفه صغيره كده، هو ان سقف اللوكيشن بيكون باين. ودي اللقطات اللي بتقفلني من اي فيلم، انك تكون صارف ومكلف وتلاقي هفه زي دي ملهاش اي 30 لازمه. المهم الراجل ده بيدخلهم الفاتيكان، وهنا مصطفى غريب بيستلم كام لقطه كوميدي كده عشان يلطف الجو، وعموما كان ظهوره لذيذ يعني. المهم بيدخلوا ويثبتوه وبيكلموا عاطف عشان يديهم الاوتو بي، لكنه بيساومهم لسبب كان ما بينه وبين اسر. لكن اسر بيعرض عليه $1,000,000 فبيقبل. ولما بيدخلوا يوسف بياخد الاحداثيات، لكن بيكتشف ان الاكسجين بيقل عشان يحافظ على الكتب، وكمان جهاز الانذار بيشتغل. لكن انا نفسي اعرف ايه لازمه الطيارات اللي عدت من فوق الفاتيكان دي، ومريم اتصلت بمين وقالت له ايه، وايه لازمه مريم اصلا في الخطه دي كلها. المهم يوسف بيضرب طلقه في جهاز الانذار فسبحان الله الباب بيتفتح. لا وكمان الحرس بيكونوا 2 لابسين اللبس ده وماسكين السيوف بتاعت الهكسوس دي. الله، طب ما الدنيا سهله اهي، امال ايه حوار اخليك بابا الفاتيكان دي اسهل يا عم مور. المهم بيحصل مشهد مطاردات وهما بيهربوا، ويوسف صدفه بيلاقي عربيه عامه فبياخدها ويمشي فيها في الميه. طب على فين يا يوسف مش عارف. المهم بيتقابلوا بطريقه ما يعني في بيت كان محضره سنيور اسر، لكن بيلفت انتباه انهم قاريين بعض في الكلام رغم ان كل واحد فيهم جاي من وادي حرفيا. فمش عارف ده تأثير في السيناريو ولا شيء اخر، يا ريت حد يعرفنا برضه. المهم يوسف بيقول لهم ان الغواصه مش في البحر المتوسط اصلا، دي في المحيط الهادي، واقرب مكان ليها هو السلفادور. فيوسف بيكلم صقر اللي هو لحام تحت الميه ويخليه يحصله مع السلفادور، لكن وهو قاعد مع مريم بيرجع فلاش باك كده لورا وبنلاقي انه دخل الحريقه لو مراته عايشه فخلص عليها. طب ليه؟ ده كانت بتستنجد بيه، ولا دي تهيؤات في دماغه
دماغك ولا ايه؟ المهم بيطيروا للسلفادور، وهناك اسر بيأمن لهم مركب، ولما مورو بيسأل على الناس المعديين دول، اسر بيقول له ان دول عصابه شارع 18 وهم اللي بيحكموا البلد من تحت. ما تسالنيش اسر عارف المعلومات دي ازاي. المهم سهر بيقول لهم ان الغواصه لازم تتفجر، فبيلبسوا في مشكله تانيه وهي انهم عايزين سي4. اسر بيقول لهم ان السي4 هيكون في المافيا اللي هي متقسمه لعيلتين، وكمان بيكونوا معينين ما بينهم محاسبين محايدين. يوسف ومريم بيروحوا لواحد فيهم وبيهددوه، فبيقول لهم على مكان الشحن، ولما بيروحوا على المكان بيكتشفوا انهم اتسلموا والبضاعه جايه في هليكوبتر مش من البر، فبيشتبكوا معاهم. ويوسف بسم الله ما شاء الله عليه داخل عارف مكان السي4 في الشحن، تقولش هو اللي حاططها. لكن مش ده اللي بيكون غريب في الموضوع على قد ما هم ازاي دخلوا ما بين المافيا وطلعوا اسلام كده. ده لو خناقه في فيلم كوميدي هتطلع احسن من كده. المهم قبل ما بيمشوا بيعرفوا ان مورو اتاخد، فمريم بتقلق عليه، ويوسف بيتفق مع اسر انهم هينقذوا مورو ومش هيطلعوا المركب من غيره، فبيعملوا خطه ذكيه وهي انهم يوقعوا العيلتين في بعض عشان يدخلوا ياخدوا مورو على الجاهز ويطلعوا المركب. فلما بيوصلوا مكان الغواصه بنكتشف ان كلهم بيعرفوا يغطسوا. طب ايه لازمه مريم بقى يا معلم؟ ايه الاضافه اللي قدمتها لنا على مدار الفيلم؟ ودي حاجه هتكلم فيها في المراجعه. المهم بعد ما بيوصلوا لمكان الغواصه بتقابلهم مشكله، وهي ان الغواصه ليها بابين مش عارفين يبات فيهم وراها اللي بيدوروا عليه. فيوسف بيعرض عليهم انهم يثبتوا المفجر على واحده والتانيه يشدوها باليخت، ففعلا بيعملوا كده وبيقدروا يحركوا الغواصه وبيفجروها كمان، واخيرا بيلاقوا اللي بيدوروا عليه. وبعدها بيرجعوا مصر ويروحوا الهرم الكبير لان يوسف كان عارف ان الغرفه مفتاحها صوت. يوسف بيجرب شويه ترددات كده بالشوكه الرنانه لحد ما الارض بتنزل بيهم، ودي بتكون الغرفه السريه في الهرم الكبير. بيولعوا ضوء بشويه حجاره كده. بعدها يوسف بيلاقي البرديات اللي بتثبت صحه كلام شمس، وهي ان الهرم هو اول مصدر للطاقه عرفته البشريه، وده نفس كلام نظريه كريستوفر دال اللي بتقول ان الهرم مبني لغرض اكبر من انه يكون مجرد مقبره. وعايز اعرف راي الناس في النظريه دي، وطبعا زي ما كان متوقع اسر بيغدر بيه في اللحظه الاخيره بعد ما خد البرديات، وبيدي يوسف طلقه في دراعه. وهنا بيتر ميمي بيعمل كادر ماستر سي، كادر سيمتري بيدل على السيطره. الشمعه في ايد اسر رمزيه لمعرفه سر، والخلفيه باللون البنفسجي بتوحي بالغموض والقوه غير الطبيعيه. اسر وهو خارج يوسف بيقول له الباب ده ادخل بس، وفعلا السقف بينزل فوق اسر يجيب اجر. يوسف بيخرج من باب تاني ويروح لبنته يوريها فيديو البراءه. البنت بتاخده بالحضن وبيتجوز مريم. وفي النهايه وهو قاعد على البحر بيجي له شخص غامض بملف جديد ويقول له ده مشروعك الجديد، وبيكون اسمه الخروج. ولحد هنا الفيلم بيكون انتهى، ونخش على فقره المراجعه. الفيلم كفكره حلو جدا ومبهر وفي خيال ومغامره، لكن كتنفيذ وكتابه كان في غايه السوء والسطحيه. وده بيجاوب على سؤال حلقتنا، هو ليه الفيلم عبقري وساذج؟ بالنسبه للاخراج والسيناريو فبيتر ميمي حط كادرات تبهر العين، واضح ان الميزانيه كانت مفتوحه، لكن التوهان في تتابع المشاهد قتل المتعه. كلنا عارفين ان الفيلم اتصور بالكامل في تركيا ومفيش لا ايطاليا ولا سلفادور، ده عادي وبيحصل في السينما، لكن انت كمخرج لازم تخدعني صح، مش تحط لي يافطه فندق شهير في تركيا وتقول لي ان احنا في روما. دي حاجه انت مش هتعرف تخدعني فيها. اكبر غلطه وقع فيها بيتر ميمي هو انه صمم يكتب السيناريو بنفسه. الفكره دي لو كانت مع سيناريست محترف كان هيطلع منها احلى فيلم اكشن مغامرات، بدل اللف والدوران وفاتيكان وسلفادور وعصابات ومافيا وسي4. يعني مش منطقي كميه التعقيدات دي. بالنسبه للتمثيل فكريم عبد العزيز كان اداؤه عادي جدا، مش مبهر ولا وحش، بس يحسب له الايرادات. الفيلم جايب حوالي 140 مليون، انا متاكد ان 100 منهم نزلوا من جيوب الناس عشان خاطر كريم عبد العزيز. الراجل ده نجم شباك حقيقي، بتمنى اشوفه في حاجه اقوى في فيلم 7 دوجز. ياسمين صبري مفيش اتنين في مصر مقتنعين انها بتعرف تمثل، دورها تم اقحامه بالعافيه في السيناريو، واتخلق لها دور ملوش لازمه لهدف تجاري بحت. يعني جرب مثلا تشيل ياسمين صبري من الفيلم ولا اي حاجه تتقص. اياد نصار ما اقنعنيش في دور الفيلن، رغم انه عامل دور الفيلن في افلام كتير وما كانش في كيمياء بينه وبين كريم عبد العزيز، فكان ممكن يستبدل بممثل تاني عادي. اما بالنسبه لمفاجاه الفيلم فهو احمد غزي، ده اللي فاجئني بجد، تقمص شخصيه الشاب الايطالي الصايع ببراعه، لهجه وشكل واداء، فبرافو احمد غزي. ضيوف الشرف كانوا لزاز برضه باستثناء كريم محمود عبد العزيز اللي دوره ما كانش ضايف حاجه جديده. يعني الموسيقى التصويريه كمان ما كانتش معلمه قوي الا في المشهد الاخير في المقبره. تكامل الاضاءه مع الكادر والمزيكا عمل ماستر سين محترم. ولحد هنا تكون حلقتنا خلصت. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لي في الكومنتات هل اسم كريم عبد العزيز كفايه يخليك تخش فيلم بالسذاجه دي؟ سلام.